أول شي نسلق اللحم بعظم هنا لمدة ساعة تقريبا. ورا ما يستوي اللحم نحضر البامية، نشيل القمع مالتها نغسلها كل زين ونحضرها. البامية عندي شوية كبيرة هنا لأن عندنا ما عندنا فريش كبيرة صغيرة بكندا. نجي نقلي بزيت زيتون اللحم ويا الثوم ورا ما قشرناه، نقليهم كل زين وبعدين نشيل اللحم لأن اللحم أصلا مستوي. نضيف البامية أيضا نحمصها شوية بزيت الزيتون ويا الثوم. وراها نضيف الفلفل الأحمر ونضيف لها ماجي حسب الرغبة طبعا مثل ما انتم تحبوها. مي اللحم نضيفها بالأخير ورا ما حمصناها. بعد ما يتغير لونها بهذا الشكل نضيف لها عصير الطماطة. ورا ما نضيف عصير الطماطة نضيف لها شوية حامض ومعجون الطماطة. أيضا هنا ضفت لها تقريبا 3 ملاعق عصير الحامض عندي هنا وملعقة سكر. هي اللي راح تناغم الحامض ويا الحلو بيها، يطلع كلش طيبة. تطلع البامية مالتكم كلها تحفة إلى تستوي تدخن عندكم، تعطينا هاي النتيجة متخبط.